من أنت كيف اقتحمت الأرض قاطبة حتى سرى منك رعب. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أما خشيت القوى الكبرى وما الحمد لله الذي وهب أولياءه بأنوار الوفاق، وسقى أسرار أحبابه شرابا لذيذ المذاق، وألزم الخائفين الوجل والإشفاق. فلا يعلم الإنسان في أي الدواوين كتب، ولا في أي الفريقين يساق. فإن سامح فبفضله، وإن عاقب فبعدله، فلا اعتراض على المالك الخلاق. أما بعد، لم تكن غزوة أحد بالنسبة لقريش مجرد نزال ثان مع المسلمين، وإنما كانت معركة ثأر. فقد مرغ الإسلام العظيم كبرياءها عند أبار بدر، وتركت صناديدها وكبراءها صرعى على رمال الصحراء. لهذا جاءت بخيلها ورجلها تطلب ثأرها. أما في معسكرات المسلمين فالاستعدادات كانت على قدم وساق. النبي صلى الله عليه وسلم لبس درعين لا درعا واحدا ليعلمنا ثقافة الأخذ بالأسباب، وإن صاحب الدعوة هو أول من يذود عنها. حمزة قائد هيئة الأركان أخذ موقعه، ومن خلفه خيرة من الرجال الذين مروا على ظهر هذه الأرض. وعلى الجبل تسمر الرماة بالأمر النبوي الشريف: لا تبرحوا أماكنكم، فإن رأيتمونا ننصر فلا تشاركوننا، وإن رأيتمونا ننهزم فلا تنصروننا. وبدأ القتال، وسرعان ما ولت قريش أدبارها متجرعة بعض الذي تجرعته في آبار بدر. وانسحب الرماة من على الجبل مخالفين الأمر النبوي الشريف، فاستغل خالد بن الوليد هذا الموقف، والتف بفرسانه من وراء الجبل، وحول نصر المسلمين إلى هزيمة. عند الجبل أراد النبي صلى الله عليه وسلم أن يصعد فوق الصخرة، فلم يستطع بأبي وأمي هو بسبب ثقل الدرعين وما أصاب الجسد من جروح. فانحنى طلحة بن عبيد الله وجعل من جسده درجا يرقى عليه الحبيب صلى الله عليه وسلم. ولكن باب الوجوب لم يغلق بعد، فما زال بإمكاننا أن ندرك طلحة. النبي صلى الله عليه وسلم ليس معنا بجسده لنذلل له الظهور والرقاب ليصعد عليها، ولكن دينه وسنته وشرعه بيننا، وكل من حمل هذا الدين على عاتقه يرقى. أيها المجاهد الذي وضع روحه على كفه لإعلاء كلمة لا إله إلا الله، قد أوجبت. وأيها الداعية الذي دل الناس على الحق ولم يخشى في الله لومة لائم، قد أوجبت. وأيها الشاب الذي راوده الإعلام الهابط عن دينه فقال معاذ الله، وزاحم في حلق الذكر وحلقات التحفيظ وأدام السير في المسجد، قد أوجبت. وأيها الأب الذي أمر أولاده بالصلاة أبناء 7 ودربهم على الصيام منذ نعومة أطفالهم، قد أوجبت. وأيها الطبيب الإنسان والنجار الصادق والموظف الأمين والابن البار والجار الصالح والأخ الحنون والزوجة المحبة والأم الصالحة المصلحة، قد أوجبتم بإذن الله جميعا. فإذا ضاقت عليكم الدنيا وراودتكم عن أخلاقكم ودينكم، تذكروا أن الجنة وجبت لطلحة لأنه كان سلما لهذا الدين. فتخيلوا أن النبي صلى الله عليه وسلم يقول أوجبت يا فلان، وينطق باسمك. هذا والله أعلى وأعلم، ونسبة العلم له أسلم. وصلى اللهم وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحابته أجمعين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أما خشيت القوى الكبرى وما مالكت من العتاد.